هو ليه موت الصليب ده؟ تخيل يبقى عندنا علامة استفهام على الموضوع ده، وحد بيطمنا انه مهما العالم عمل فيك ما يقدرش يموتك. وألم روحي في شعوره بترك الله ليه في مشهد مظلم، كلمات زي إلهي ليه من تركتني. هو ليه موت الصليب ده؟ ليه ما كانتش اي موتة وخلاص؟ هي لو موتة ما هي موتة والسلام، يعني فداء، يعني قصدي اي موتة هتبقى فداء. سؤال حلو قوي وليه إجابتين، إجابة قصيرة وإجابة طويلة. خلينا نبدأ بالقصيرة. ولو تمام خلاص، لكن لو كده ندخل في الطويلة. الإجابة القصيرة البسيطة هو إنه الوقت اللي الكتاب المقدس بيوصف إن السيد المسيح جه في الأرض وقت بيوصف بملء الزمان، يعني الوقت المناسب جدا. وفي الوقت ده القوة الحاكمة في المكان اللي المسيح كان فيه كان الإمبراطورية الرومانية، ودي كانت طريقتهم هم لعقاب الناس، وكان جزء فعلا منها هدف الإهانة. فالإجابة القصيرة إنه السبب إنه كان صليب بالشكل ده هو إنه السيد المسيح اختار يجي في الوقت ده لأسباب عدة، ولكن تزامن معاها إن هي دي الطريقة اللي هيموت بيها. الإجابة الأطول شوية وأظن إن دي إجابة مهمة، هو إنه مشهد الصليب هو ممكن يكون أكتر مشهد بشع ومظلم ممكن أي حد يتخيله. أنت بتجيب شخص بريء وبتحط الناس اللي حواليه بيخونوه وبيبعدوا عنه، وبتحطه في موقف مهين جدا وظالم جدا، وتبص على الحدث ده وفعلا السؤال بتاعك منطقي، ليه كل هذا الكم من الإهانة؟ ما هو برضو الزمن في فكر الله، يعني هو برضو ما جاش كده اعتباطا. فإذا كان فكر الله إن هو ده الزمن، يبقى هو قاصد الموتى أكيد. يعني أنا رأيي، وأظن ده الإجابة الطويلة هتحاول تقوله شوية، لكن يعني عايز أقول إيه، الإجابة البسيطة لو أنا مش هقدر أخش في دماغ ربنا وأعرف ليه هو اختار اللحظة دي بالأخص، لكن أقول إن واحدة من الأسباب الواضحة والبديهية ليه ده الطريقة اللي ربنا اختارها هو إنه في الوقت المعين اللي هو كان شايفه مناسب لكل العوامل اللي في دماغه تزامن معاها الإمبراطورية الرومانية بطريقة العذاب بتاعتهم في الصليب. لكن الإجابة الأطول اللي كنت ابتديتها إن هي لو بصيت على المشهد ده قد ايه هو بشع، تقدر تربط المشهد ده بالحياة الإنسانية النهاردة. انت تبص على العالم النهاردة، العالم مليان بألم، مليان بظلم، مليان بقوي بياكل حق الضعيف. وفي المشهد اللي بيجي فيه السيد المسيح بيتحد بإنسانيتنا فيه، بيعيش حياة إنسانية كاملة، بيختبرها للآخر. ففي مشهد الصليب ده ما ينفعش يجي حد ويبص ويقول على فكرة السيد المسيح لما جه عاش على الأرض ما جربش كل حاجة. لا بالعكس، ده هو اختبر أبشع نوع من الألم. على فكرة مش مجرد الألم الجسدي بتاع اللي هو الجلد والمسامير، لكن حتى الألم العاطفي بتاع إنه أصحابه بيبيعوه وبيخونوه وبيجروا بعيد عنه، إنه الناس بتهينه. وحاجة من الحاجات المميزة جدا في المشهد ده انك لما بتشوف يسوع بيصرخ على الصليب مش بيصرخ عن ايديه اللي وجعاه او ظهره او تاج الشوك اللي في دماغه، لكن بيصرخ الهي الهي لما تركتني. ودي برضو خبرة انسانية احنا بنمر بيها. كتير مننا لما بيمر بظروف صعبة السؤال اللي في بالنا هو فين ربنا من الكلام ده؟ لكن حتى هذا النوع من الألم السيد المسيح اختبره. فانا اظن لو عايز اجاوب على ليه الطريقة دي، انه اللي بنبص على المشهد ده بنشوف الإله المتجسد في الشخص الرب يسوع المسيح، وبنلاقي فيه إله فاهم ألمنا، فاهم الظلم، وبيدينا رجاء إنه لما نبص على قد ما المشهد ده مظلم، المشهد ده مش نهاية القصة، في بعديه قيامة. فأنا ببص على المشهد ده وبشوف حاجة وبقول مهما الحياة خدت مني، مهما اتظلمت، مهما الناس عيروني، حتى لو الناس قتلوني، في حاجة جوايا، في حاجة محفوظة عند الله، وهي نفسي، حياتي، حتى الموت ما يقدرش ياخدها مني. فأنا عايز أقول إنه غالبا السبب إنه الموتة كانت مهينة بهذا الشكل إنه إحنا النهاردة نلاقي في ظلمنا ونلاقي في حياتنا ونلاقي في ألمنا حد سبقنا، وحد بيطمنا إنه مهما العالم عمل فيك ما يقدرش يموتك. يعني إذا كان المسيح قال أنت فين يا رب، فأنا النهاردة لما باجي بتعرض لظروف هذه عددها من الظلم ومن القهر ومن الألم، وباجي بقول أنت فين يا رب، المسيح عملها. فهل
عادي جدا ان انا اقول انت فين يا رب، لا سواء دلوقتي او انا كمان عايز اتكلم على فكره المسيح لما قالها، هو قالها بهذا المنطق، من منطق انت فين، لماذا تركتني. اظن انه الاجابه على سؤالك انه ومش بس من مشهد الصليب، لكن حتى لو قريت كتير من المزامير هتلاقي انه الكتاب المقدس بيسمح بمساحه كبيره لينا ان احنا في اوقات العاصفه او في الاوقات اللي الدنيا فيها مش مستقره، الاوقات اللي احنا فيها تعبانين ومتألمين ومظلومين، ان احنا بنصرخ لله مش بس بصوت النجدة لكن برضو بصوت الاحتجاج، بصوت انت فين من الظلم ده. والكتاب المقدس مليان بقصص زي دي. واظن انه تجسيد المسيح ليها مش بيقولك اتذمر على ربنا وارمي الموضوع خلاص، لكن ده بقى اللي ممكن يساعدنا نفهمها، انه المسيح لما قال الهي لماذا تركتني فعلا بيعبر عن مشاعره في طبيعته الانسانيه، انه في الوقت ده وهو بيحمل خطيه العالم انه كأن وجه الله محتجب عنه. ودي حاجه احنا بنختبرها كأنه. وهقول ليه كأنه، لأنه المسيح في الوقت ده برضو كان بيقتبس من مزمور 22. وعارف يعني الناس في الزمن ده كانوا حافظين جدا الكتاب المقدس بطريقة زي لو أنا ابتديت لك أول جملة من أي أغنية أنت هتعرف تكملها. لما هو يقتبس إلهي لماذا تركتني، كل الحاضرين في المشهد يقدروا بسهولة يكملوا مزمور 22. ولما تكمل المزمور بتلاقي إنه فعلا بيوصف مشهد الصليب بالظبط بما فيه دق المسامير في الرجلين. وإحنا عارفين إنه داوود كتب المزمور ما حصلوش كده، لكن بعد كده الكاتب المزمور بيعبر عن ابتهاجه وبيعبر عن شكره لله. فكأنه في نوع من الإدراك ان اللي بيحصل دلوقتي ده غلط، مش حلو، مؤلم، لكن في نفس الوقت في نوع من العدم التخلي. فعشان كده بقول وكأنه، يعني كاتب المزمور في الآخر بيأكد انه لم يترك، ان بالعكس ان ربنا كان حاضر في المشهد. فبنفس الطريقة انا اظن انه نقدر نشوف انه المسيح هنا بيعبر عن حاجة احنا بنحس بيها كتير قوي في الاوقات اللي احنا فيها متألمين ومظلومين، انت فين يا رب من ده، لكن في نفس الوقت بيأكد لنا لا ربنا موجود. ومش معنى ان ربنا سمح بان ده يحصل ان مفيش قيامة جاية. ما اقدرش قوي افهم فكرة انه الله المتجسد في الجسد مش شايف معية الله معاه. اصل في فرق ان هو بيقول لي كده، بيقولها كده علشان خاطر يحقق نبوة كتبها داود نبي، او بيعمل كده علشان خاطر يمثلني لما انا ابقى في ضعف فاقول كده. وفي فرق من ان هي حقيقة حصلت، ان هو وهو على الصليب مش شايف معية الله ليه. أنا مدرك صعوبة إن احنا نفهم إزاي في التجسد في طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية، وفي بعض الأحيان بعض الكلمات زي إلهي لماذا تركتني تخيل يبقى عندنا علامة استفهام على الموضوع ده. لكن أظن في مشهد تاني في الكتاب المقدس ممكن يساعدنا نفهم الحتة دي ونرجع للحتة دي تاني، مشهد إقامة لعازر. في المشهد ده الرب يسوع عارف إنه هيقوم لعازر، لكن مع ذلك بيبكي عند القبر. وده مشهد غريب. انا لو مكانه عارف اني داخل اعمل المعجزه دي هخش فارد صدري على المعجزه اللي هبهر بيها الناس. لكن خلينا نبقى واضحين انه مش معنى انه ربنا عنده قدره على انه يعمل حاجه معينه انه مفيش قبح معين موجود في الموت. وفي نفس الفكره دي على الصليب الكتاب المقدس بيشرح قوي فكرة انه المسيح حمل خطية العالم. والخطية دي احنا عارف بنحب نستهين بيها، بنحب نحس ان هي سهلة او كلمة كده زي البعبع اللي هو بيتقال لنا عشان يقولك ده السبب اللي الصليب اتعامل عشانه. لكن لا، في الصليب الرب يسوع اتعامل مع خطية العالم، حمل كل هذه الخطية في جسده. وممكن الطريقة اللي تقرب لعقلنا ازاي ممكن يكون شعر بحاجة زي ترك إلهي، انه في وجوده في حضرة هذا الشر وحموله ليه ووقوع دينونة الله عليه، كأنه في هذا المشهد الرب يسوع بيختبر علاقته مع الآب مش بالشكل المعتاد اللي هو فيه المحبة واللي هو متعود عليه، لكن شايف فيه الدينونة اللي واقعة على خطية العالم. اللي عايز أقوله مش سهل أمسك مشرط وفصص بالظبط إزاي الرب يسوع في طبيعته الإنسانية قال الجملة دي وفي طبيعته الإلهية ما كانش حاسس بالحتة دي. مش ده الهدف. الهدف إنك تقول إن الرب يسوع في اتحاده بالإنسانية اختبرها كاملة وأخذ عليه كل عبء الخطية والشر بتاعها والظلم بتاعها، وفي المشهد ده على الصليب دينت الخطية في جسده، ادانت في جسده. ففي المشهد ده الشعور اللي هو بيشعره هو ترك. التاني حابب أكد لأنه إحنا النهاردة بنختبر في حياتنا في آلام أصغر من كده بكتير قوي شعور الترك، إني أبص وابقى عارف إنه الإله اللي أنا بعبده فاهم هذا الإحساس وبيطمني، بيقول لي حتى وإنت حاسس إنك متروك وإنه ربنا مش حاسس بيك ومش شايفك، هو حاسس بيا ومش شايفني. ويجي بعدها وعد القيامة يقول لي
مهما كانت الظلمة اللي انت بتعدي فيها، فضلت في هذا الاختبار مصدق في معية الله، ربنا هيقيمك وهيقيمك بشكل مختلف. السيد المسيح على الصليب مع كل الآلام السلبية وكل الشعور النفسي بالترك من الناس اللي حواليه والتلاميذ والأتباع، كل الشعور حتى بأن الله الآب تركه، إلى أنه كان مكمل في السكة اللي هو فيها. أعتقد أنه هو كمان بيدينا إحنا كمان رسالة قوية جدا، أنه إحنا نكمل في سكة إحنا مشينا فيها رغم أنه كتير من الآلام والتعب النفسي هنمر بيه، إلا أنه إحنا في سكة إحنا ماشيين فيها إحنا مؤمنين بيها.